نبتدي الفلو مع عمرو جامد وعاش قوي دخل الفلو وكل حاجه، بس هو تقريبا كان محتاج تظبيط زوايا، بس عاش ودخل على الحاجز بالليزي ووراه يطلع بالرول وبالفرونت، هوب قلب مفتح وراه عبد الرحمن جمبريايه بتلعب فرونت يا جدعان. ده معنى انك تستلوح ازاي في التمرين ويعدي الحركه من جنب الحاجز، اللي هو يعني انا مش هبص عليك واشوفك. وحسام داخل بكل استعداد وحماس وهوبا الديسك في ذمة الله. تعالوا بقى نطلعهم على التراك شويه، وعمرو يلعب الراوند باك عاش قوي، لعب فرونت ثبات يقع ضفدعه، برضه قلت له يدخل فرونت بجاريه برضه ضفدعه تقع، بس ما يكملهاش على خير ويدخل بالبالم وهوب الرجل في ذمة الله. وعبده دخل في الفرونت يسيب نفسه بس الحقه وقلت له ادخل باك يا ابني وعاش قوي. الشبح بالفرونت ووراها بالباك على طول وعاش قوي يلا. مش عارف ليه حسيته كرفصايه في نفسه كده. شادل ما تلعبش الرول عادل، لا قلت لها تدخل تاني وكده هتاخد احلى زرع بصل، واللي بعدها نفس الكلام بالزرع بصل بس الحقها. يا جدعان انتوا جايين تتزرعوا في الصاله ولا ايه؟ كهربا فاصله يا جدعان.